كيبدا الفيلم عن قبطان برودي اللي غادي بطيارته اللي ماشية من سنغافورة لطوكيو. وقبل الرحلة جا تحذير من العاصفة طريق الطيارة، ولكن ماشي شي حاجة خطيرة. قبل الإقلاع جابت الشرطة واحد المجرم وطلبت من برودي يديه معاه لطوكيو باش يتحاكم تما، وكان معاه بوليسي كيراقبو. وملي طلعوا الركاب برودي والمساعدين ديالو طاروا بالطيارة، ولكن ملي قربوا العاصفة التحكم بالطيارة ولا صعيب، وزيد عليها تقطعات الكهرباء مبقاوش قادروا يتواصلوا مع الدعم. وبرودي قرر انه يهبط الطيارة وقدر يهبطها فوق واحد الجزيرة بلا ما تهرس، وكل شيء نجا من غير الشرطي والمضيفة اللي ماتوا. ولكن ما كانوش عارفين فين نزل، والبوليس بدات كتحاول تقلب عليهم، ولكن الكهرباء تقطعات في الطيارة ما عرفوش يحددوا المكان ديالها. واخر موقع عرفوه هو فوق الفلبين. وفي الجزيرة برودي كان خايف من المجرم كاسبر اللي كان معاهم، وطلب من المساعدين ديالو يبعدوا على الركاب. وبرودي قرر يكتشف الجزيرة وخدم معاه كاسبر. ومن بعد كنكتشفوا ان الجزيرة كيتحكموا فيها المجرمين، وهاد المجرمين عرفوا الطيارة فين طايحة ومشاو لجهتها. من بعد كاسبر هرب وخلى برودي بوحده، وبرودي بقى بوحده كيستكشف الجزيرة وكيدور. المساعدين ديال برودي قدروا انهم ينجحوا يرجعوا الكهرباء. وفي هاد اللقطة كيبان برودي انه لقى مكان مهجور وفيه تليفون، وعيط على بنته باش يهضر معاها، ولكن جاو شي مجرمين وهجموا عليه. ولكن قدر يغلبهم وجا كاسبر حتى هو عاونو وقت اللي بقاو. وبرودي وكاسبر قرروا يرجعوا هاد الركاب، ولكن ملي وصلوا لقاو الركاب تخطفوا ومشاو وراهم باش ينقذوهم. واخيرا الجيش قدر انه يعرف الطياره فين كاينه. وملي وصلوا لقاو برودي كاتب ليهم رساله كيقول فيها ان الركاب تخاطفوا، وعطاهم اسم القريه اللي داوهم ليها. ومشاو تبعهم لجنود القريه، وبرودي بدا كيتسلل وقدر يوصل للركاب. وبداو كيطلعوا للحافله، ولكن كان خاصهم يديروا شي حاجه باش ما يلفتوش الانتباه. والقبطان قرر يسلم راسو باش الركاب يقدروا يخرجوا بامان. وبالفعل سلم راسو وكانوا غاديين يقتلوه، ولكن الفرقه تدخلات ونقذاته، والركاب هربوا ورجعوا للطياره. وبرودي قرر يطير قبل ما يوصلوا المجرمين، حيت كانت هي الفرصة الوحيدة باش يهربوا. ولكن معاه بغاو يطيروا وصلوا المجرمين وبدات بيناتهم معركة. وكاسبر رفض انه يركب معاهم في الطيارة حيت كان مطلوب، وخدا ديك الفلوس اللي جابتها الفرقة للرهائن. وبرودي طار بطيارة بصعوبة حيت كانت مضطرة بزاف، ولكن قدر يوصل لأقرب مطار وهبط فيه بأمان وبلا ما يكون حتى شي ضحايا. واخر حاجة دار هي اتصل ببنته وقال لها انه غادي يرجع للدار. وهذه هي النهاية ديال الفيلم اللي كيحكي قصة القبطان برودي والشجاعة ديالو في مواجهة ظروف صعيبة باش ينقذ الركاب ديالو ويخرجهم سالمين من الجزيرة اللي كانوا كيحكموها المجرمين خطيرين. برودي قدر يثبت البراءة ديالو كقبطان والحنكة ديالو في القرارات اللي خداها رغم كل المخاطر اللي واجهها من العاصفة والتوترات مع المجرمين. وحتى كاسبر اللي كان مجرم في البداية بان عليه نوع من الإنسانية في بعض اللحظات، وقرر ما يضرش الركاب في الأخير. والفيلم كيسالي بمشهد مؤثر بزاف كيوري برودي كيتواصل مع بنته اللي كيتمنى يرجع ليها من بعد ما مر بهاد اللحظات والمغامرات الخطيرة.